محبي قناة أخبارك، نتمنى لكم فرجة ممتعة المرجو عمل لايك واشتراك في القناة لتشجيعنا على الاستمرار والمشاهدة الجديد دائما. بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة ذكرى توليه قاليد الحكم. وأعرب الملك محمد السادس في برقيته عن اعتزازه بعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل التي تربط بلاده بدولة قطر. وقال الملك محمد السادس مخاطبا أمير قطر إنه يعتز بالأخوة المتينة والتقدير المتبادل الذي يجمعهما شخصيا وعائلتيهما، وأكد حرصه على مواصلة العمل المشترك على المستوى الثنائي وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات والكويت وعمان وقطر والبحرين. وكان الملك قد دخل على خط الأزمة الخليجية بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع الجارة قطر، حيث دعا العاهل المغربي جميع الأطراف إلى مزيد من التروي والحكمة من أجل تهدئة الوضع وتجاوز هذا الأزمة من خلال إصلاح المسببات التي قادت إليها، وفق الروح التي طالما سادت داخل دول مجلس التعاون الخليجي.